في بداية الحلقة أو في بداية الفيديو حابين الأول نقرا الفاتحة وندعي لأحمد رفعت، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله، ويصبر كل جماهير الكرة المصرية على شخص محترم ولاعب كرة كان كويس جدا. يصعب علينا إن احنا نقول كان بس هو الموضوع بغض النظر عن إنه قضاء وقدر، وكلنا طبعا مؤمنين ان ده قضاء وقدر ربنا، بس برضو في عوامل نفسية بتحصل مثلا للإنسان هي ممكن تسبب اللي هو الإنسان ده يموت أو يحصل له حاجة، سواء بقى مسؤولين نادي معين أو مسؤولين معينين تسببوا في اللي حصل، فيعني حقك عند ربنا يا رفعت. نبدأ الكلام عن ماتش النهاردة. الأهلي يعتبر الشوط الأول كان بعيد كل البعد عن الخطورة. الشوط الأول كان يعتبر سلبي، الشوط الأول كله اللي هي تمريرات وحاجات عادية، بس مفيش خطورة، مفيش مثلا لا تسديدة ولا اتنين، ويعتبر ما كانوش هم فيهم خطورة أوي. يفضل الأهلي مسيطر الشوط الأول، بيروح بهجمات، بس اللي هو مفيش برضو الهجمة اللي هي اللي تقول عليها دي جول. يخلص الشوط الأول نتيجة سلبية، في ظل ان الطلايع قدرت تحقق اللي هي عايزاه، وتقدر اللي هي بتدافع، تعمل عليك زون ديفينس وتقفل الدفاع. بس تبديلات الشوط التاني وكولر خلوا الاهلي في حته تانية. نزول لعيبه كتير فرقت معاك، نزول لعيبه كانت عملت تأثير، نزول لعيبة خلالك الماتش يتغير 180 درجة. نزول عندك لعيب زي السولية وعمر كمال وحسين الشحات مكان عبد القادر ومكان هاني ومكان مروان عطية. التغييرات كانت هجومية جدا. عمر كمال قدر يصنع الهدف التاني، الهدف اللي خلص لك الماتش وخلص كل حاجة وخلص فرص، يعني قبل ما الماتش مثلا اتلعبت منك او تروح في سكة مثلا انك تدخل جون، لا بجد يعني جون صنع جون قتلك الماتش خالص. جون قدر يخلص لك كل حاجة، جون قدر اللي هو يريحك نفسيا، جون قدر ينهي لك الماتش بدري وتريح نفسك. بس الأول بعد نزول التبديلات بعدها يا دوب 5 دقايق تسديدة من إمام عاشور تخبط في الدفاع، تيجي قدام عمرو السولية اللي تخصص طلائع الجيش. كل مواجهة وكل ماتش قدام الطلايع يعني هي بقت تريد مارك كده، اللي هو اللي بيسجل تريد مارك عمرو السولية بيسجل قدام طلائع الجيش. هدف أول، هدف كويس جدا انك جايب جون بدري في الشوط التاني. جون انت ضغطت على الطلائع في الشوط التاني بدري. جون قدرت انك تعمل بيه سيطرة وتعمل بيه استحواذ تاني وتمسك كورة وتنقل براحتك ويبقى فيه ثقة. خصوصا انك لما تبقى مثلا كسبان بتبقى الثقة عند اللاعب اكتر، وتبقى مثلا بتلعب بأريحية اكتر من انك مثلا تبقى متعادل او تبقى خسران. بعدين الاهلي بيفضل يعمل هجمات وينقل الكوره لحد ما تيجي الكوره لعمر كمال اللي اداها كوره ممتازه جدا لوسام في مساحه، ووسام اللي اتحرك وسحب المدافع في ظهره بمعلمه، حاجات احنا ما بنشوفهاش خالص. اخيرا بقينا نشوف مهاجم بيتحرك كويس ويروح بالكوره في مساحه ويحط المدافع في ظهره وبيروح بالكوره كويس ويختار لنفسه زاويه كويسه ويسدد ويسجل جون. يعني بجد كان نفسي قوي الجون اللي وسام كان جابه التاني ده، كمان التاني ليه هو والتالت الاهلي ده كان يتحسب، بس ما اعرفش بناء على ايه الحكم لغاه. هو المفروض قال لك ان في لمسه يد، بس انا مش شايف اللي فيها لمسه يد يعني من الكادر اللي هو جاي فيها. كنت انت المفروض اصلا كحكم تجيب مثلا الكرة من كذا كادر، انت بتحكم ازاي على الكرة من كادر واحد والكادر اصلا مش مبين حاجه. بس حاجة كويسة لعمر كمال اللي هو كل ما يلعب بيجيد وبيفيدك وبيصنع الاسيست التاني على التوالي ليه، ويعتبر ده تقريبا الاسيست الخامس ليه تقريبا، حاجة زي كده. فحاجة كويسة وأرقام ممتازة لعمر كمال اللي هو ما بياخدش أصلا وقت كتير، أو وقت المثل اللي هو أساسي كتير يعني. وحاجة مميزة جدا لوسام اللي هو في الماتشات اللي لعب في الدوري 11 مباراة عمل 12 مساهمة تهديفية، فدي حاجة كويسة.
مهاجم بقى عندك مهاجم بيقدر يفيدك، بقى عندك مهاجم في التحركات بتاعته كويسة، ومع الكور اللي تجيله مثلا من أكتر من كده هتلاقي فورمة مهاجم تاريخية وعالمية. بجد هو ده المهاجم اللي كنا بندور عليه. ربنا يبعد عنه الإصابات و... وعينينا بقى على الماتش الجاي نحسمه ونريح نفسنا بدري ونخلص ماتش بيراميدز، عشان هو المباريات اللي زي دي اللي هتحسم الدوري. ماتش مش هيبقى سهل، بس احنا الأهلي، ودي لازم تفتكرها، انك تاريخك ولون الفانيلا بتاعتك ترعب اي خصم مهما كان قدراته المادية او قدراته المعنوية. كل الدعم للنادي الاهلي، وربنا يرحم احمد رفعت. وشكرا للجمهورين، شكرا للجماهير المصرية، وشكرا للعيبة على انها ما بتحتفلش بعد اي جون ولا اي فرحة. وشكرا برضو على التيفو اللي عملوه جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. ربنا يرحم احمد رفعت، ويرحم علاء علي، ويرحم محمد ابو هيب، وكل اللعيبه اللي اتوفوا في الملعب، وكل الجمهور. يرحم جمهور الاهلي وجمهور الزمالك وكل شهدائنا وشهداء شهداء المسلمين جميعا. السلام عليكم.